السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ فاصوليا بيضة. في ناس ما بتعرفش تعمل الفاصوليا البيضة، فاكرة ان هي ايه وهي ناشفة كده بيحطوها في الايه، في التخديع على طول من غير سليق يعني. اول معايا كده حاجة، انا حطيت الفاصوليا اهيت وحطيت عليها مية وسبتها علشان تتسلق، لازم تتسلق كويس. ومعايا هنا بقى ايه، فرخة هي اتغسلتها زي الفل طبعا اهي. شايفين المية قشطة ازاي؟ طبعا الاول بملح ودقيق، وبعد كده بخل وليمون. بعد كده يعني ايه نقعتها بخل وليمون. هاخدها برضه اشطفها شطفه، هدلق الميه دي واشطفها شطفه تاني وارجع لكم. ما هي معايا هنا الحله اللي هحط فيها الفراخ، طبعا حطيت فيها ميه وسبتها علشان تغلي، وطبعا الميه غليت اهي. ومعايا بقى الفراخ اهي زي الفل. لازم الفراخ تغسليها بكذا مره يعني، علشان ايه ما تبقاش فيها زفاره. طبعا ايه الاول بتطلعي المزلقه بقى والحاجات الوحشه اللي تحت الجلد دي بشويه دقيق، بيخلي الفراخ زي الفل. طلع لك شويه ملح على دقيق، وتعملي بقى ايه وتسلقيها. وبعد كده تنقعيها في شويه ميه وليمون وخل، وتسيبيها ايه شويه يعني 10 دقايق كده، وبعدين تكون الميه غليت تحطي فيها. معايا بقى ايه بصلايه وطماطميه كده، بس كده. يعني حله صغيره ممكن انقلها في حله ايه تاني، انقلها في حله تانية. دي بقى خليها للقطه. طبعا انا نقلت الفراخ اهيت في الحله التانية علشان ايه الحله كانت صغيره، ونفس الحله بقى اللي كان فيها الفراخ انا خرجت فيها بصله وحطيت فيها يعني حته سمنه كده زبده، وهحمر البصل. خلاص البصله كده اصفرت اهي. خد بس ايه ربع معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح. عارفين بقى البصل الاحمر ده بيخلي الاكل والله العظيم زي العسل، خصوصا بقى المحشي والكشري. كمان البصله بتاعت الكشري دي اما تحمريها تبقى مسكره كده وجميله. هو البصل الاحمر ده بيعسل الاكل، بيخليه معسل. هو طبعا معسل عشان ايه، انا لا يعني ايه، انا بقى نفس حلو في الاكل يعني، مش بشكر في نفسي يعني. معايا اسمها ايه دي، المصفى، اسمها ايه، فقدت الذاكره، فقدت الذاكره والله. الطماطم اهي. هصفيها وارجع لكم. خلاص صفيت الطماطم، طبعا هسيبها بقى تتسبك وعلى ما الفاصوليا تستوي يعني. طبعا غطيتها اهي غطا الحله. طبعا الفراخ قربت تستوي، انا هحط لها بقى ايه نص معلقه ملح كده وبس. هنعمل بقى ايه في الوقت ده. طبعا انا ايه مش قعدت ساكته، عملت بقى ايه، جبت نص كيلو ملوخيه وقطفته كده وهحطه على الصينيه عشان ينشف قدام المروحه. طبعا الفراخ استوت، هطلعها بقى. طلعت الصدرين اهمت، وادي اهوت الوركين. طبعا هعمل ايه بقى، نعمل ايه، طبق صغير بس. معايا بقى حته السمنه ديت او زبده او سمنه او اي حاجه، واخد معلقتين كده من الصلصه دي. طبعا الصلصه سخنه وهتسيح الزبده. وهاخد ايه ربع معلقه فلفل اسود كده،
ربع معلقه فلفل. بصوا بقى السمنه ساحت ازاي في الصلصه اهي، عشان هنعمل بقى ايه، نحطها على الفراخ. معلقه كمان. وهنحطها فوق كده الفراخ. عارفين بقى بتخليها طعمها تحفه، طعم الزبده مع الفراخ مع الصلصه دي. طبعا البصل اللي هنا دوت والطماطم انا بطلعه واحط عليهم برضه، يعني كمان البصل ده انا بغطي بيه ايه، بغطي بيه كده ايه، غطيته بالزبده اسمها ايه دي الصلصه. واطلع برضو البصل والطماطم اللي في حله الشوربه هغطيه بيها، يعني احطه على الوش كده، وهرجع لكم تاني بعد ما طبعا التسبيكه استوت اهي، شايفينها التسبيكه استوت. والفاصوليا كمان استوت، هتاخد غلوه واحده بس مع التسبيكه. حمرا بقى ايه وجميله جميله جميله. طبعا حبه شوربه وازودها. بس هي مش هتاخد الا غلوه واحده. دول طبعا هتسيبهم للملوخيه. الملوخيه واجيبها اعملها، هي غلوه واحده واطفي عليها. طبعا خرجت الملوخيه اهو، رجعت ايه حطيتها بقى ايه، حطيت الشوربه طبعا اللي كانت فايضه من الفراخ، حطيتها في حله صغيره عشان ايه ما تبقاش الحله كبيره قوي. والحله دي انا بعمل فيها ملوخيه دايما، فعارفه المقدار بتاعها يعني عشان نص كيلو ملوخيه بعرف ان هي تشيل قد ايه شوربه يعني، فدايما بعمل فيها. اول بقى الملوخيه ما تيجي تفور توقفي عليها عشان ايه ما تسقطش منك في الحله. دي بقى التومه عشان الملوخيه لسه بقى ما فرتش. بصوا بقى انا في الوقت اللي كانت الملوخيه بتعمل فيه بتنشف فيه، انا عملت طبعا ايه رز اهوت بشعريه، يعني ايه بدل ما استنى بقى ايه هقعد جنبها لغايه ما تنشف، لا طبعا اعمل الرز جميل ازاي ومفلفل. عملت طبعا الرز ايه عشان الملوخيه طبعا ما بتاخدش وقت، يعني ايه عملت الفاصوليا وبعدين الرز، والملوخيه دي ما بتاخدش وقت خالص، يعني دوبك بتحطيها واول ما تيجي تفور تروحي طافيه عليها ومكشله لها. هي اخر حاجه بتتعمل في الاكل، هتعملي اول حاجه الحاجه بصلصه وبعدين الرز وبعدين ايه وبعدين الملوخيه دي في الاخر خالص. ممكن برضو يعني الطشه بتاعت الملوخيه تعمليها اما تيجوا تاكلوا، لما تيجوا تاكلوا تروحوا طشنها. طاسه بقى نحمر البتنجان، انا هعمل التومه بتاعت الملوخيه والبتنجان مع بعض، بس دي طبعا بكمون ودي فلفل. بصوا بقى عشان البتنجان يستوي كويس من جوه ومن بره هوطي عليه وهغطيه، هغطي عليه عشان ايه اما تحطيه على نار عاليه وبيتحمر من ناحيتين طبعا ومن جوه لا كده هيتحمر من جوه ومن بره وكل حاجه وهيبقى جميل جدا. اهو بص هوطي عليه واسيبه لغايه ما يتحمر من جوه ومن بره، يبقى زي الزبده كده من جوه زي المحشي. عارفين المحشي لما بتوطي عليه وطي عليه واسيبوه، بس هو ايه هيتحمر كده من جوه وبره. واما تيجوا تطلعوه تعلوا النار، يعني علوا النار حبه وبعدين تقلبوه على الناحيه التانية وانتم معلين النار برضو وتطلعوه عشان ما يشربش زيت.
خلاص كده هنكشل الملوخيه. ادي حته سمنه اهي كبيره، زبده يعني. والثومه هي وعملت بتنجان اهوت. ايه رايكم في البتنجان ده بقى؟ والله العظيم البتنجان ده ممكن يتاكل من غير اكل خالص، منتهى بقى الجمال بصراحه. نجيب معلقه كزبره، طبعا صفرتها شويه كده، عملتها كام تقريبا كده يعني. وهي معايا الكزبره دي شايلاها في التلاجة. طبعا ايه، هحط نص معلقه كزبره ايه كبيره كده. الكزبره هشيلوها في التلاجة عشان طبعا ايه بتسوس، هي والشطه. الشطه رافعه بالصوت. ادي الملوخيه. خلاص كده الملوخيه بقى الخضره وجمالها. لما تعملوا ملوخيه كتروا التومه، والله التومه دي بصراحه بتدي طعم حلو قوي الملوخيه. يعني التومه بتبقى قليله ما بتبقاش حلوه بصراحه. التومه هي اللي بتدي الطعم لاي حاجه لاي اكل. كده طبعا خلاص خلصت خالص كده، فعملت البتنجان والرز وكل حاجه. والله ما خدت حاجه الاكل على فكره، ما بياخدش وقت بصراحه. بقى الملوخيه جميله ازاي وخضره. تعالوا اتفضلوا يا حبايبي. طبعا كده خلصت. ده كان المنظر الاكل النهائي. تعالوا اتفضلوا معانا حبايبي اهو. واهم حاجه بقى البتنجان، ايه البتنجان. الفراخ طبعا طلعتها هي من الفرن. دلوقتي بقى اقول لكم ايه، تعالوا اتفضلوا معانا واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك ولايك، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم.